رب دايما جدا 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 جدا. النهارده بقى جايين نوريكم مشتريات المدرسة. وكالعادة يا سادة احنا جينا النهاردة علشان خاطر نوريكم المشتريات للسنة الجديدة المدرسية سنة 2024، وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. حبيت اعمل لكم الفيديو ده وينزل بدري علشان خاطر تستفادوا منه وتعرفوا تجيبوا حاجاتكم منين، وهقول لكم على كل حاجة انا جايباها منين وبكام. وما ينفعش طبعا نجيب الحاجة من غير ما نوريها لكم. بالظبط، من ساعة ما جابوا الحاجة وهم مصرين ان هم يصوروا، واكتشفت في الاخر اني ناسية شوية حاجات صغيرة خالص كده، بس ان شاء الله هجيبها وهنشوفها برضو مع بعض وهقول لكم جبتها منين وبكام. اول حاجة هنبدأ بها يا جماعة هي ايه يا بنات؟ القلم. قلم السبورة. حور حابة تبدأ بقلم السبورة ده، في سعره عادي جدا خالص، يعني ما فيش فيه اي افتكاسات. جايباه من اي مكتبة عادي هتلاقوه ب10 جنيه، جايباه ب10 جنيه الواحد. جبت لهم 2 احتياطي علشان بيبقوا يحتاجوهم وقت الدراسة. ليه من على الصورة دي؟ جبت لهم بقى قلم الصبارة عشان هيشتكوا من الدراسة، وصبارة وتفني يا ببلاوي، فانا جبت لهم الصبارة دي. القلم الرصاص ده جميل جدا، جبته من مكتبة عندنا هنا ب5 جنيه الواحد. تمام. والألوان دي والالوان دي في حاجات بقى من ورا يا رنين. الالوان دي الدومز اللي هي الهندي. في حاجات كتير جبتها منين يا بنات؟ من دار التحفيظ بتاعه القرآن اللي موجودة في الكنيسة. حقيقي الاسعار هناك تحفة تحفة تحفة، خطيرة بجد. فرق كبير قوي بين المكتبات وبين الحاجات في دار التحفيظ. ما كنتش متخيلة بصراحة ان الفرق هيبقى جامد، وانا بشتري هناك حسيت الاسعار عادية جدا جدا، بس بعد ما خرجت ورحت المكتبة لقيت الاسعار فعلا في فرق شاسع. علبة الالوان ديت الواحدة جبتها من هناك ب20 جنيه بس، فجبت لهم 2 لان هم في الوقت ده مش بيحتاجوا الوان في الماستر. نخش على اللي بعد. الالوان ديت اسمها جيلسي اللي هي مصريه، جبتها من مكتبه مش من دار التحفيظ. عديت على المكتبه فسالت عليها بكام، قال لي ب20، فبصراحه لقيت سعرها مناسب جدا وحلو جدا فجبتها. الناس اللي عارفه احنا منين، هي من البلد اللي احنا كنا قاعدين فيها نجير، فهتلاقوها هناك في المكتبه. الكراريس بدأنا بقى، جبت 3 دست كراريس، صح يا بنات؟ جبت ايه؟ وريهم بقى. جبنا عربي وحساب وانجليزي. الدستة ب60 جنيه من دار تحفيظ القرآن في الكرنس. فيها 15 كراسة، هفتحها علشان خاطر عينكم اوريكم الورق من جوه. وراني واحدة تانية قال لي هي اقل في السعر ونفس عدد الكراسات، بس الخامة اقل. دي اللي هي متبرشمه جامد قوي، مش عارفه في ايه، مش عارفه افتحها ايه. طب اللي معاكم في واحده مفتوحه؟ هاتي. حوار عارفه حوار شديده شويه، ما هو عشان انا كنت بقول له اتاكد لي ان انت جايب ال3 انواع. التانية ما كانش كانت اقل في يعني الحاجات دي طلع عليها رسمه تانية يا بنات، طلع عليها الرسمه دي، والرسمه دي من هنا كده شكلها جميل قوي. حاول بس عشان الاضاءه. دي الرسمه دي من هنا، دي ايه بقى؟ والرسمه دي من هنا. الورق بتاعها من جوه جميل جدا جدا وابيض، والجلاد من جوه ابيض. دي عربي اللي هي في ناس بتقول 9 اسطر وفي ناس بتقول موسعات، فهي كده يعني. تمام. جبت لهم دستة من ثانيه واحده يا حور، ثانيه واحده. جبت لهم طبعا زي ما انتم عارفين عربي وحساب وانجليزي. جايبه لهم 3 دست. دي عربي ودي على ما اعتقد انجليزي، واللي هناك دي حساب. ثانية واحدة يا حور، ثانية واحدة، 1 minute. في حاجة بقى حصلت يا جماعة، ان انا دستة السكتش الصغير دي كنت هجيب برضو ال15 كراسة منها 28 ورقة ب60 جنيه. رحت اجيبها من المكتبة لقيته بيقول لي ب100 جنيه، وعلشان خاطر ان انا هديها لك جملة وكده يعني الدستة على بعضها، فانا هديها لك ب90. فبصراحة قلت لا، مش هجيب غير 4 بس، بدل ان انا ما جبتش من دار التحفيظ فخلاص ملهاش لازمة ان انا اجيب. سألت على دستة الكراسات ديت بره في المكتبة ب85 جنيه اللي هي الكراسة 28. والاقلام الرصاص دي حلوه جدا. ما كانش عنده الفبر كاستل في الاقلام الرصاص، فجبنا الاقلام ديت. قال لي حلوه جدا، غاليه برضو، كانت بكام مش عارفه، ب45 ب50
العلبه فيها 12 قلم. الفيبري كاستل كنت جايباه السنه اللي فاتت بحاجه و80 العلبه، مام او حاجه و80. ايوه جبت المقلمه ديت للبنات. استني يا كوكي، جبنا المقلمتين دول، الواحده ب65. هفتحها اوريها لكم، هي فتحتها بس صعبه. وريهم المسطره يا حور. المسطرة البينك حور خدت المسطره البينك. والمسطرة اليالو. طب لفها لهم طيب يا رنيم، هم مش شايفينها. ودي اليالو ودي البينك. حور طبعا انتوا عارفين حقيقتها بينك بينك بينك. ودي المقلمه جميله جدا جدا ب65 من المعرض اللي عند الحديقه العامه في دمياط الجديده. الناس اللي من دمياط الجديدة، المعرض فيه حاجات سعرها حلو بصراحة. اللبس سعره حلو، الكوتشيات سعرها حلو، الشنط سعرها تحفة. اللي ما عجبنيش سعره هناك بصراحة هي الأدوات المكتبية، سعرها غالي. يعني ديت أنا جايباها من دار التحفيظ، الدومز ديت ال 12 اللي مع البرايه، جايباها من دار التحفيظ ب20 جنيه، هنا ب35 جنيه. ممكن مش فرق كبير بالنسبه للناس، بس فرق معايا لو هتجيبوا لاكتر من طفل طبعا يعني. ودي برضو جايباها ب20 جنيه من المكتبه التانية اللي هي قريبه من ديكرنس. تمام. المقلمه انا قلت لكم الاسعار في اللي هي هنا دي، في اللي هي هنا هما الاتنين زي بعض. هفتح لكم واحده لان فتحه العلبه ديت غريبه شويه. اهي جميله جدا مهما تتخبط او كده. ده على ما اعتقد بلاستيك او باغه، حاجه حلوه كده بصراحه. اهي عليها إلسا من بره، خامتها جميله ب65 جنيه المقلمه. عايزه اقول لكم ان انا شفت مقلمه تانية جلد عاديه جدا 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 ب90 جنيه، مش عارفه على ايه. ومن جوه دي شكلها بتحطوا الاقلام هنا كده او الالوان او ايا كان وتحطوا. هي غويطه بصراحه، شوفوا غويطه جميله جدا. والسوسته بتاعتها كويسه، قماش كويس وعمليه. اكتر حاجه عجبتني فيها ان هي عمليه. بتوع السنه اللي فاتت هحط لكم اللينك بتاع الفيديو، بتوع السنه اللي فاتت اتكسروا واتدمروا ومش حلوين. جبت الاستيكات اللي هي الفيبري كاستل ديت، انا بحب الفيبري كاستل بتمسح كويس بصراحه. المحايه دي جبت الواحده ب5 جنيه. دي خلهم اللي جايبها لهم بقى من بره مش من هنا بصراحه، فمش هقدر اقول لكم سعر او حاجه. بس انا شفت واحده شبيهه ليها سعرها كان 85 جنيه، بس كانت اصغر شويه وبشاليمو، كانت اصغر من دي شويه. وكمان اللانش بوكس. الايه يا ولاد؟ اللانش بوكس ده جبت تحفه تحفه، تقسيمته تحفه. انا ما كانش معايا الازاز على فكره وانا بجيبه، فانا قلت له عايزه حاجه اخضر. انا ما كانش في بالي الاخضر ده، كمان كان في بالي اخضر تاني، طلع نفس الدرجه بتاعه اللي في الازازه. تحفه، تقسيمته من جوه جميل. البلاستيك بتاعه اللي هو البي 5 بلاستيك صحي موجود معاها. معلقه وشوكة على شكل سكينة كده من الجنب. التقسيمة بتاعته اهي، ده الرف اللي فوق وده الرف اللي تحت. البلاستيك بتاعه جميل جدا ومتين. جايباه اللانش بوكس ده ب50 جنيه من دار تحفيظ بتاعة القرآن اللي موجودة في الكنس. من فوق كده بلاستيك بيلمع ومن تحت بلاستيك مطفي. شكله تحفة جدا يعني، حقيقي الكاميرا ظلماه بطريقة مش طبيعية بجد. جبت الستيكر بتاع التيكت الاسماء ده، الواحده ب5 جنيه، الورقه ب5 جنيه. جبت 3. ان شاء الله مش هحتاج اكتر منهم، ناقصنا بس الجلاد. واخيرا وليس باخرا الشنط بتاعه المدرسه. بس انا مش عارفه الضحك عليا فيهم ولا ايه، بس لما شفت الاسعار بره بصراحه حبيت سعرهم جدا. هنا يتحط اللانش بوكس او كده، تمام، الراجل مفضاش من هنا. هنا يتحط اللانش بوكس او كده، هنا يتحط المقلمه والمصروف بتاعها مثلا. ما جبتش التقسيمه دي من زمان جدا. هنا هيتحط الكراسات، حقيقي الخامه بتاعتها تحفه، اللي هي تخينه كمان مش رقيقه. وهنا هيتحط الكتب. شايفين الفرق بين الاثنين؟ سماكه تحفه يعني، سماكه جدا حلوه جدا. ثانيه واحده حوض. وهنا هيتحط الازازه او كده بقى زي ما انتم عارفين يا جماعه. الشنطه دي جايباها ب350 من المعرض اللي عند الحديقه العامه في دمياط الجديده. حقيقي سعر الشنط هناك والكوتشيات واللبس تحفه
تحفه بجد. جايبه دي ب 350. هو مرضاش ينزل لي فيها خالص، بس هي بره بتتباع باكتر من كده، بره بتتباع ب 550. تمام. انا عارفه ان الاسعار ممكن تقولوا بره ب 550 ايه منها، لا هي دي الاسعار المتواجده حقيقي بره. فكون ان انا جبت دي ب 350، في اقل منها خالص ب 400 ومش حلوه ومش عمليه. بحب اجيب الخامه دي عشان بتكون عمليه معايا اكتر. غيرت الخامه في سنه ما عجبتنيش خالص خالص، وهسيب لكم الفيديو برده كان على القناه التانية. ما عجبتنيش، وهي مفيش اسبوع رحت جبت غيرها برده اثناء الدراسه. دي بقى شنطه مين؟ حورة. حور اول ما شفت اليونيكورن قلت حور عايزه يونيكورن خلاص، عليها روج عشان حور بتحب الروج، وهنا مسطره واليونيكورن برضو نفس التقسيمه. هنا هحط لها اللانش بوكس في الحته دي برضو، ما شاء الله الخامه بتاعتها جميله جدا. وهنا متهيألي دي كامله، طلعت كامله بالفعل. بصوا هيتحط هنا برضو حاجه. هي دي 3 صوصات بس، بتاعت رنيم 3 صوصات بس، في صوصة مقلمة صغيرة. هي دي الشنطة بتاعت حور، حبيت اجيبها صغيرة مش كبيرة عشان انتوا عارفين حور صغيرة وضعيفة وكده يعني. دي برضو ب 350 جنيه. عنده حاجات تانية ب 300 حلوة برضو جدا جدا يعني. ام 300 دي انا شايفاها السنة اللي فاتت بكام؟ كانت ب 300 وحاجة، بس هي السنة دي ب 300. انتوا عارفين كل حاجة بتزيد، فيكون ان هي سعرها ثابت، فهي حاجه تحفه يعني بصراحه. بس كده اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا واستفدوا من الفيديو. ايه تاني يا بنات؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واللي مش عامل اشتراك للقناه يعمل اعملوا اشتراك للقناه وعشان يجيلكم فيديوهاتنا بكل جديد وجديد. ايوه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. عايزين تقولوا حاجه تانية؟ باي، سلام. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، نشوفكم على خير.